وانا بكتب القصه اللي هحكيها لكم حالا والله عيني دمعت. شهداء الجيش الثاني اللي استشهدوا في الثغره يوم 24/10 سنه 1973 دفنوا في منطقه اسمها التل الكبير بالاسماعيليه. وسنه 1977 قامت شركه عثمان احمد عثمان او المقاولين العرب بعمل مقابر جديده ليهم بس في مدخل الاسماعيليه. وهنا اتصلت القوات المسلحه باسر كل الشهداء واخبرتهم بموعد نقل رفات الشهداء، لان الاسر دي كانوا بيلحوا دايما في طلب جسامين ابنائهم. المهم ان في ابنها الوحيد استشهد في الثغره دي، وشافت رؤيه غريبه قبل نقل رفات الشهداء ب3 ايام. ابنها جالها في الحلم قال لها بالنص يا سيبيني مع الصحبه اللي انا معاها. وفي الليله الثانيه شافت نفس الرؤيه، وفي الليله الثالثه الرؤيه اتكررت. زوجها كان عايز ياخد ابنه ويدفنه في القريه اللي هو عايش فيها، ده طبعا من حقه. القريه دي اسمها سهرقة الكبرى بمحافظه الدقهليه. بس لما الام حكت لزوجها على الرؤيه بكى وقال لها خلاص هنسيبه مدفون مع اصحابه في المقابر الجديده، بس لازم نروح ونحضر وهم بينقلوه. المهم جه يوم النقل والاسر كلها اتجمعت، بس الغريبه ان كل الاسر شافت نفس الرؤيه لكن مع ابنهم الشهيد. يعني كل اسره شافت ابنها بس نفس الرؤيه. المفاجاه الاكبر انهم لما فتحوا المقابر ما كانش في اي اثر لرفات الشهداء، لكن وجدوا الشهداء بنفسهم لم تاكلهم الارض واجسامهم طريه والمكان ريحته جميله جدا، لدرجه ان اغلب الامهات انهارت وفضلوا يقولوا للعساكر اللي كانوا موجودين فوقوهم وصحوهم دول لسه احياء. وكانت في امهات بتزغرط من كتر الفرحه، اسر تانيه بتبكي اكتر. المهم ان كل الاسر اتفقت وتركوا ابنائهم الشهداء يندفنوا مع بعض لانهم كلهم شافوا نفس الحلم، الا اب صعيدي كان شاف نفس الحلم لكنه كان مصمم ياخد ابنه معاه. بالفعل العساكر اللي كانوا موجودين اخدوا ابنه الشهيد وحملوه على سياره، وفي نفس اللحظه اتقطع الكيس اللي كان موضوع فيه جثمان ابنه. الشهيد ايده ووجهه ماله وخرجوا بره الكيس. الاب اكتشف ان الساعه اللي ابنه لسه لابسها لسه بتعمل وشغاله. هنا الموضوع كان غريب جدا، 4 سنين والساعه لسه شغاله وتحت التراب. فالاب فضل يبوس ايده ووجه ابنه، قال له وهو بيبكي خلاص خليك مع اصحابك اللي انت عايزهم، خليك مع الصحبه اللي انت عايزها. بالفعل تم دفنهم جميعا في المقابر الجديده، مع ان كل اسره كانت هتموت وتاخد ابنها معاها. معلومه كده على السريع، الشهيد اللي توفى في قريه سهرقة اسمه عريف صعقه محمد ابراهيم محمد حماده، ودي صورته الحقيقيه، ووالدته واسرته هم اللي حكوا كل القصه. سبحان الله.